بعد 8 سنوات من عمليات الترميم والتي أنفق عليها حوالي 85 مليون جنيه، أعيد افتتاح متحف الفن الإسلامي في وسط العاصمة المصرية. أكثر من 2000 قطعة أثرية تم انتقاؤها من 96,000 قطعة أثرية إسلامية ليتم عرضها داخل المتحف الذي يعد تحفة معمارية من حيث التصميم الذي يعكس ملامح العمارة الإسلامية. 100 عام هي عمر متحف الفن الإسلامي، لكنه يعود في عام 2010 متألقا بمحتواه الذي لا يقدر بثمن. بلغ الفن الإسلامي وبلغ أوج عظمته في القرنين السابع والثامن من الهجرة، واعتمد في نشأته على مصدرين رئيسيين هما الفن البيزنطي والفن الساساني. تميز الفن الإسلامي عن باقي الفنون بكونه فنا زخرفيا اعتمد على مجموعة من الزخارف لتكون عناصره الأساسية كالزخارف الكتابية والهندسية والنباتية ورسوم الكائنات الحية من آدمية وحيوانية، والتي وجدت على المباني والأعمال الفنية والتحف والفنون التطبيقية الإسلامية. ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بمجموعات متميزة من الخشب الأموي الذي زخرفه المصريون بطرق التطعيم والتلوين والزخرفة بأشرطة من الجلد والحفر، ومنها أفاريز خشبية من جامع عمرو بن العاص ترجع إلى عام 212 هجرية. وفي المتحف أيضا مجموعة مهمة من الخشب الذي أنتج في العصر العباسي بمصر، وخاصة في العصر الطولوني الذي يتميز بزخارفه التي تسمى طراز سمراء، وهو الذي انتشر وتطور في العراق، فهو يستخدم الحفر المائل أو المشطوف لتنفيذ العناصر الزخرفية على الخشب أو الجص وغيرها. وتأتي أهمية التحف الخشبية التي يضمها المتحف من كونها تمثل تطور زخارف سمراء، وهي تحف نادرة لم يعثر على مثيل لها في سمراء العراق نفسها.